تخيل أن تستيقظ ذات صباح لتجد أن 81 مليون دولار قد اختفت من حسابات بنك مركزي دون أن يكسر باب أو يسمع صوت. لا شهود، لا بصمات، فقط سلسلة من الأوامر الرقمية أرسلت من مكان ما في العالم. هذه ليست حبكة فيلم خيال علمي، بل واقعة حقيقية حدثت في عام 2016. هذه قصة السرقة التي لم يسمع لها صوت. مجموعة لازاروس اسم يثير الرهبة في عالم الأمن السيبراني. يعتقد أنها وحدة اختراق إلكتروني مدعومة من حكومة كوريا الشمالية، وتعرف أيضا بأسماء مثل الحماة وفريق من. منذ عام 2009 نسبت إليهم العديد من الهجمات السيبرانية البارزة، بما في ذلك الهجوم على شركة سوني في 2014، وهجمات على بنوك في بنغلاديش، فيتنام والإكوادور. في فبراير 2016 استهدفت مجموعة لازاروس بنك بنغلاديش المركزي باستخدام رسائل تصيد احتيالية. حصلوا على بيانات الدخول إلى نظام SWIFT، وهو النظام العالمي لتحويل الأموال بين البنوك. أرسلوا 35 طلب تحويل مالي بقيمة تقارب مليار دولار إلى حسابات في الفلبين وسريلانكا. تم تنفيذ 5 من هذه الطلبات، مما أدى إلى سرقة 81 مليون دولار. تم اكتشاف الخطأ عندما لاحظ موظفو البنك تحويلا إلى شاليكا فاونديشن، وهو اسم غير مألوف، مما أثار الشكوك وأدى إلى إيقاف باقي التحويلات. يقال إن كوريا الشمالية تبدأ بتدريب قراصنتها منذ سن مبكرة. يتم اختيار الأطفال الموهوبين في الرياضيات والعلوم وتوجيههم إلى مدارس وجامعات متخصصة مثل جامعة كيم إل سونغ وجامعة كيم تشايك للتكنولوجيا. بعد التخرج يتلقون تدريبا عمليا في الصين أو روسيا قبل أن ينضموا إلى وحدات مثل لازاروس. تستخدم الأموال المسروقة من قبل لازاروس لتمويل برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية وفقا لتقارير الأمم المتحدة. في عام 2022 قدرت قيمة الأصول الرقمية المسروقة من قبل قراصنة كوريا الشمالية بما بين 630 مليون إلى أكثر من مليار دولار. على الرغم من التحقيقات الدولية، لم يتم استرداد معظم الأموال المسروقة. في عام 2021 وجهت اتهامات ل3 قراصنة من كوريا الشمالية، لكنهم لا يزالون خارج نطاق العدالة. تظهر هذه الحادثة مدى تعقيد الجرائم السيبرانية وصعوبة تعقب مرتكبيها. في عالمنا الرقمي لم تعد الجرائم تتطلب قناعا أو سلاحا. بضغطة زر يمكن لقراصنة مثل لازاروس أن يسرقوا ملايين الدولارات دون أن يتركوا أثرا. فهل نحن مستعدون لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم؟